طيب احنا هاي المدينة نرحب بالكابتن هتان والفريق اللي جايين من جدة، ونقول لكم حياكم الله في المدينة، مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصراحة إضافة جميلة وجديدة ومتميزة لهايكينج المدينة. أهلا وسهلا فيكم معنا في المدينة، وإن شاء الله إنه تكون رحلة جميلة وممتعة ونستفيد منكم الكثير. نعرفكم فريق هايكينج المدينة من البداية. الأخ سالم بدويلان، أبو فراس لأنه حتلاقوا الكنى أكثر عندنا، أبو همام سامي أيوب، أحمد باصوطين أبو عبد الملك، فيصل كعكي أبو ذكرى، وأخوكم الصغير أبو خالد محمد خالد مراد. طبعا أنا جدا سعيد أن ألبي دعوة الأخ أحمد باصوطين من فريق هايكينج المدينة، وإن شاء الله بإذن الله راح تكون رحلتنا اليوم رحلة يعني فريدة من نوعها. أنا أول مرة شخصيا إني أسوي نشاط خلوي هنا في المدينة، وبإذن الله راح تكون يعني موفقة. طبعا أنا أخوكم الصغير هتان عسلي، مرخص من ليبن تريس من الولايات المتحدة، مدرب مدربين، وولدن سويفت سبوندر، مؤسس في الرحلات العربية ونادي قمة المغامرات. وعندنا أخوان هنا أحمد باقادر عضو مؤسس في نادي قمم، عمرو باخليفة عضو مؤسس في نادي قمم بالإضافة إلى الرحلات العربية، ياسر الساسي ما شاء الله تبارك الله تو جاي من نيبال راح آيلاند بيك ومعانا في نادي قمم. وطبعا عندنا ناشونال جيوغرافيك ستايل عصام كابلي ما شاء الله تبارك الله، طبعا هو مصور فوتوغرافي وما شاء الله موثق يعني معروف عندنا في المنطقة هناك، فإن شاء الله راح يساعدنا كثير في الرحلة هذه. طبعا نشكر شكر خاص لروابي المدينة اللي حيغطوا هذا الفعالية وهذا الحدث إعلامي، جزاهم الله خير صراحة على المبادرة الجميلة. الدورة هذه تعتبر أول دورة تقام في المدينة وفي المنطقة، وإن شاء الله إنه نستفيد، وهم مبادرتهم الجميلة والجيدة بتغطية هذا الحدث. أخونا أسامة وأخونا
عمران جزاهم الله خير على التواصل وعلى قبولهم انهم يغطوا الحدث، وهذه الصراحه شيء واضافه ونقطه محسوبه لهم، فاكرمكم الله ويعطيكم العافيه. نتكلم شوية بتفصيل عن طريقة تخطيط الأكل، كيف نخطط للرحلة، كيف نخطط للأكل بشكل إنه أقدر أنجز مهمتي بنجاح بإذن الله. طيب حتكلم دحين على جزئيتين، جزئية إيش معانا من الأكل، وجزئية تانية كيف نوزع الحمولة حقتنا في الشنطة. طبعا دحين كل واحد شنطته اوريدي جاهزة، بس خلينا نديكم المعلومة هذه عشان لو نقدر نتدارك اشياء من الان خلينا نتداركها. تركزوا معايا شوي بالله خالد. طيب انا حبدا بالشنطه. الشنطه في انواع من الشنط، طبعا انا نوع النشاط اللي ابغى اسويه يحدد لي نوع الشنطه اللي ابغى اخذها. اوكي، احنا مثلا هدفنا اليوم انه نوصل قمه جبل أدغس، هذه المهمه تمام، هذه في حد ذاتها هدف. طيب أنا كيف أخدم الهدف حقي؟ أخدمه من ناحية إنه والله لازم يكون تجهيزي مناسب للجو، تجهيزي مناسب للطريق اللي أنا ماشي عليه. راح نتكلم برضو على الملابس وعلى البوتس وعلى الأشياء هذه. لكن الآن الشنطة غالبا الشنط اللي هي حقت مسيرة يوم يومين وأنت طالع تكون بدا الشكل، اللي هي برضو أغلبكم موجود عنده أو كلنا عندنا نفس الشنط. هتلاقيها مقسمة تقريبا ل3 أجزاء، الجزء السفلي، الجزء الأوسط، والجزء العلوي. طيب توزيع الحمولة دائما في الشنط يكون بالشكل الآتي. أخف وزن فين تتوقع يكون موجود؟ خالد أخف وزن حيكون في الأمس كرتة. ها أيوة فوق أعلى شيء. لا هو طيب أنت تقول أعلى شيء في النص. أخف وزن فين حيكون؟ طب أتقل الوزن اسفل شيء اخف شيء. يا سلام عليك، عشان يكون الظهر. يا سلام عليك. أنا أخف شيء أحطه تحت، اللي هو كيس النوم. كيس النوم تمام. إذا عندك مرتبة تتنفخ ولا whatever، أخف أشياء دائما تنحط في الجزء السفلي. أتقل شيء أحطه أقرب إلى الظهر في الوسط تمام. حتى حتلاقي فيه جيب جوا دائما بنحط فيه المطارة حقت المويه والبلادر حق المويه، ممكن تحط فيه لو في شيء ثقيل، لو في بطاريات، لو في اشياء ثقيله بتنحط دائما في الوسط في الجزء الاقرب للظهر. ليش؟ عشان تكون حمولتها قريبه للظهر. فوق ترجع تحط شيء خفيف، اشياء سهله الوصول، تبى تاخذ سناكس، تبى تاخذ والله بطاريه هنا مثلا لكاميرا لشيء، في جيوب اوقات تيجي في نفس مساكه الوسط تمام، او الحزام الوسط. برا تلاقي اوقات في جيب خارجي تحط فيه الرين كوت عشان تقدر تسحبه بسرعه. فدائما التوزيع ده مطلوب. في ميزه حلوه في دي الشنطه مثلا ما هي موجوده في كل الشنط، برضو ابحثوا عنها. انا لو ابغى اوصل لشيء جوا اقدر افك الشنطه من الجنب تمام، واقدر اوصل لاشياء من الجنب بدل ما انه افك الشنطه من فوق واطلع بعض الاغراض. فهذه واحده من المزايا. لذلك الشنط تختلف، عشان كذا لازم تعرف انت ايش الشنطه اللي تاخذها لاي احتياج. تفضل. اول شيء يناسبك المقاطعه كذا عشان اي تفضل. اكيد عشان القربه نحطها في الجيب الخارجي اللي سمعت تقول من جوا في شوف نعم هي هو ليها، حتى حتلاقي فيه تمديد من جوا تمام. تلاقي اللي هذا له مخرج. المخرج هذا هو واصل هنا. المويه وزنها ثقيل لذلك لازم تكون قريبه من الظهر، لازم تكون قريبه من تكون الظهر. بعيد عن الظهر. ايش يصير؟ ترميك على ورا. طيب عندكم وقت تعدل زين عندي حنعدل بعدين. لسه حتاخذ الاكل حتحطه في الشنطه، حتعيدوا اعاده ترتيب الشنطه. ممتاز. حنتكلم شوي عن طريقه لبس الشنطه.
اول شيء لما حرفع الشنطه هرفعها بالشكل ده على الركبه. اوكي، ادخل اليد هذه، اكون بدي الوضعيه، ادخل اليد الثانيه، وانا في دي الوضعيه اول شيء حسويه هحط حزام الوسط، شد عليه. تمام. بعد كده نضبط الحزام الثاني اللي هو حزام الصدر. ممتاز. الفكرة انه لحالك مو لازم لك بدي معك. بالضبط، لو في احد يساعدك خير وبركه، لكن لو انت لوحدك ايش حتسوي؟ اخر شيء اشد الحزام. تمام. ايوه، اي تقصد هذا اوريدي مشدود. ايوه. طيب انا ايش اللي بسويه الان؟ طيب كل اللي بسويه بحاول انه اوزع الحمولة على جسمي، بحيث انه جسمي ما يتعب انه اقعد ادنق عشان اقرب الحمولة علي. فايش حسوي؟ حزام الوسط حينقل الحمولة من الظهر الى الوسط، وظهرك الان صار مرتاح. ممتاز. طيب عشان كمان اخلي الوزن متماشي معايا، لا يسحبني على ورا، فابغى اقرب على ظهري، في حزامين هنا حشدهم. تمام. كذا الوزن صار اقرب ما يكون للظهر، صار لاصق علي. ممتاز. الصدر نفس الشيء عشان الشنطة لا تلعب. اوكي، فبرضو بقفل الحزام ده. وهذا اخر شيء عشان ارفع مستوى الشنطة بالشكل اللي يتناسب مع طولي. فتلاقي الحزام ده حشده عشان ترفع الحزام ده الى انه حزام الوسط يكون جاي على وسطك بالضبط، ما يكون تحت. تمام. اكتافك مرتاحة، ما في شيء مقفل عليك هنا. الان الشنطة صارت قطعة مني. كيف وقفتي؟ هل انا واقف كده؟ اذا انا واقف كده عشان اوزن الوزن مع جسمي معناته في شيء غلط. اذا انا ماشي بدا الشكل طول الوقت معناته في شيء غلط، لازم امشي بدا الشكل. ايوه، قد ما اقدر. لاحظ ان الوزن ثقيل، نتكلم عن 20 كيلو. ف 20 كيلو انك انت ماشي بشكل مستقيم معناته توزيع الحمولة في شنطتك ممتاز، وتوزيع الشنطة على جسمك برضو ممتاز. فهذه المؤشرات اللي تخلينا نعرف انه هل الشنطة اللي انا لابسها متناسبة معايا ولا لا، الحمولة اللي انا شايلها متناسبة معايا ولا لا. فنعرف المؤشرات هذه، انك انت مرتاح بهذا الشكل، حزام الوسط على وسطك، المقاسات ما هي مضايقتك. في اي سؤال هنا؟ اكيد اكيد. لأن الوزن كله طبعا بيجي على الوسط أهم حاجة، وأنا جربت هذه الحكاية وما كانت مضبوطة لي، وكل مرة بتعب كل شيء، بسوي كل شيء على كتافي. عشان تكون مرتاح هنا لازم الحزام هذا يكون نحيف جدا وما في بكلة كبيرة، عشان الحزام ده ما يضغط صالح. يس. طيب حفسخ شنطة، ايش حسوي؟ حفكفك الأحزمة شوية، اريحها شوية. ليه؟ عشان حتى لما حرجع البسها لازم تكون اصلا محلولة. ممتاز. هنا نفس الشيء، ادنق. هوب، زي ما بدأت حرجع احطها على ركبتي. ما يتنزع. بالضبط. هذا بالنسبة لتوزيع الحمولة في الشنطة. أتوقع أغلبنا هذه 75 لتر. تمام. في هي 70 75 كلها ترى ممتازة. احنا ليش معانا شنط كبيرة؟ عندنا طهي، عندنا نوم، عندنا نسميها طبقات مختلفة. تمام. عندك جاكيت جوا، لذلك انت تحتاج شنطة كبيرة في الأجواء اللي احنا نكون فيها. فلنفرض انك انت عارف انك انت ما حيكون عندك طهي، هذا شيء راح منك قدر. اكل زيادة، ما حتبات، ما عندك خيمة، ما عندك المرتبة هذه، ما عندك السليبنج باج. كل هذه الامور لازم تعرف ايش حتسوي. اوكي. وبناء عليه حتلاقي انك انت بتاخذ الاشياء المهمة
لخدمة هدف الرحلة حقتك. طيب يا شباب، الان ايش ابغى منكم الان؟ اوكي. بس ركزوا شويه في موضوع الاكل، لانه عمرو اوكي راح يشرح بالتفاصيل، وهذا البارت جدا مهم، لانه هذا راح يغير مفهوم التغذيه الخلويه بشكل عام بشكل كبير لديكم. فصدقوني البيهيفير او الاسلوب اللي حتعامل فيه المستقبل ان شاء الله قريب اوكي راح يتغير. ليش ما اخذنا موز؟ ليش ما اخذنا المعلبات؟ ليش ما اخذنا شو اسمه العيش التوست هذا والخبز ده؟ اوكي لاسباب معينه. اوكي هذه التفاصيل كلها ان شاء الله دحين عمرو يحط لكم اياها. طيب انا ابغى طاقة وعندي وزن ما حقدر اطلع عنه، كيف اوصل لحل في النص؟ انه عندي ابغى طاقة وما ابغى اشيل وزن زيادة. فانا حاشوف، ابدا احسب حسابات، اعرف كم الطاقة اللي احتاجها عشان اعرف ايش الوزن اللي اخذه وايش الاكل اللي احتاجه عشان يديني الطاقة هذه. ممتاز. فانا ابغى طاقة لجسمي حسب الارقام اللي حاحسبها، تمام، ووزنها اخف ما يكون عشان لا تصير حمولة عندي. طبعا احنا طالعين طلعت يوم واحد، بالنسبة لي الوزن ما حيفرق كثير. طبعا يومين يعني مبيت يوم واحد، فممكن اضحي بوزن ما عندي مشكلة، تمام. لكن اللي حيطلع 3 أيام و4 أيام و5 أيام لازم يبدأ يحسب حساباته من جديد. ممتاز. فحنتكلم الآن على الطريقة، تمام. وبعد كده أي واحد في أي رحلة يقدر يعرف بالضبط هو كيف يلعب في الأرقام هذه بشكل إنه تأثر على حمولته تكون أخف ما يمكن. بالضبط. أول شيء لازم أنت تعرف أرقامك. أنت كشخص عادي قاعد مسدوح كذا كم بتستهلك سعرات حرارية عشان جسمك يعيش؟ فحتلاقي انه تتراوح حسب مجهودك، حسب وزنك، حسب طولك. هذه تمام. ايوه هذه كل واحد يقدر يطلعها. تدخل اي ويب سايت حق اكتب كالوريز كالكوليتر ولا حاجه، تمام، يقول لك كم وزنك، كم طولك، كم عمرك، حيطلع لك بين 1000 دائما الرجال بين 1800 2000 2200. هذا لو كان شخص مواظب مثلا على تمارين معينه. طيب مجهود انه اطلع جبل، تمام، بالارتفاع اللي احنا متكلمين عنه. احنا الحين خلينا نقارن مثلا زي عقبة حميدة اللي طلعناها او زي جبل ابراهيم. هذه كلها طلعنا برضو بارتفاع تقريبا 1000 الى 1400 متر، تمام، خلال 8 أو 9 ساعات. انا اتوقع انه نفس الارقام اللي حنواجهها هنا. بمتوسط لقينا نفسنا انه بنحرق بين 3000 3500 4000 كالوري. معناته أنا الأكل اللي عندي أحط 3000 زائد 2000 اللي بحرقها جسمي، أنت تتكلم على تقريبا 5000 كالوري. ممتاز. ضف إلى ذلك إنه جسمك برضو فيه نسبة دهون وفيه أشياء ممكن الجسم يستفيد منها. مو معناته 5000 كلها لازم تكون أكل. جسمك برضو بيحرق وبيستهلك الدهون اللي موجودة. ممتاز. طيب أنا لو قلت خليني أشيل 4000 كالوري ولا 3500 كالوري معايا، معناته وجباتي لازم أقسمها في اليوم بشكل إنه تعطيني الناتج هذا عشان لا أهلك. ممتاز. ولذلك إحنا صممنا الأكل بناء على هذا الشيء. تلاقي في وجبة فطور، تمام، مغطيت لك تقريبا 200-300 كالوري. حلو. في وجبة لانش خفيفة، تمام، برضو بتغطي لك 300-400 كالوري. في وجبة عشاء هتغطي لك تقريبا 500 كالوري. وبينهم في أشياء بناخدها سناكات خفيفة برضو بتغطي لك إلى 1000 كالوري تقريبا ولا حاجة. تلاقي نفسك كده أخذت 2500 تقريبا إلى 3000 كالوري، وإنت حمولتك ما زادت بالنسبة للأكل على كيلو ونص بالكثير. ممتاز. طبعا كيلو ونص في رحلتنا هذه تعتبر كويسة، لكن زي ما قلت لك لو أنا رايح على أكثر من يوم، لو أنا حشيل كيلو ونص لكل يوم، معناته أنا شنطتي كلها فحترجع تصمم أكلك بشكل أنك تضحي فيه بأشياء معينة. الواحد هنا بيشوف أنه أفضل مصدر طاقة، ما بيشوف أنه أفضل طعم أخذه. تمام. ما بطالع في أكل صحي، لأن أنا لو أبغى أخذها حسابيا أكثر شيء يديني طاقة الدهون،
الدهون فيها طاقة أكبر من الكربوهيدرات وأكبر من البروتين. طب أنا أخذ لي بار زبدة ممتاز بيديني يعني بار الزبدة ده حيديني خلاص الطاقة حقتي كلها، لكن هل ده الشيء صحيح؟ برضه ما هو صحيح. فأبدأ أوفق أنا بين كذا وكذا، أشوف إيش مصدر الدهون المناسب فآخذ دهون قد ما أقدر. حتلاقي مثلا المكسرات فيها مصدر دهون، فيها مصدر بروتين. زيت الزيتون ممتاز. عندك كمان لو في شيء زي زبدة لو تقدر تاخدها بشكل انه ما تسيح عليك، تكون معلبة بشكل معين او حاجة، تمام. فهذه الاشياء مثلا مصدر ممتاز للدهون. انا ممكن اخذ لي ملعقة زيت زيتون في الصباح مع ملعقة عسل، مع هذا انا كده انتهيت. تلاقي العبوة نفسها اصلا ما هي ذاك الشيء، ما شالت لي كثير. وجبة شوفان ما هي وزن، ما تعتبر وزن. فأنا أجي أقول والله ممكن أعيش خلاص وجباتي كلها شوفان وما أشيل إلا نص كيلو مثلا. فأنت حتبدأ تسدد وتقارب، تشوف إيش الشيء اللي ممكن أنت تشيله معاك، وتشوف إيش الشيء اللي برضه ممكن جسمك يستفيد منه كقيم غذائية، تمام. ما حاخذ شيء صحي تماما. هنا احنا ننسى الصحة. إذا أنا بشوف دهون وما دهون وكل شوية باكل أشياء سكريات في النص عشان تديني طاقة استمرارية، تمام. هنا ما بطالع في الصحة. الصحة بنمشي فيها عشان اللحظات هذه، عشان جسمك أصلا صحي واللايف ستايل حقك كله صحي. بس هنا احنا بنطالع إيش الشيء اللي حدينا طاقة. حاجة أطالع فيه بروتين بار وفي سنيكرز مثلا، والله هذا حيديني بروتين وحيديني وهذا، بس هنا حيديني طاقة أكتر. لا يا عمي أخذ سنيكرز أحسن مثلا، فهمتني؟ فهنا أنت حتبدأ تطالع تشوف إيش الكالوريز الأكتر من فين أخذها بأقل وزن. هنا تبدأ الحسابية. هديكم أنا يعني تفاصيل أكتر حسب ما نروح، حسب ما نشوف الوجبات. هنا إيش عندي أنا؟ عندي كيس فيه السناكس، تمام. كل واحد حيكون عنده كيس زي ده. في تمر مصدر مهم للطاقة، تمام. في حبة سنيكرز، في الجرانولا، هذه جرانولا بار، لأنه الألياف مهمة جدا لعملية الهضم، والألياف مهمة جدا لمسيرنا. التمر فيه قيم غذائية كثيرة ومن ضمنها الكالوري. الحبة الواحدة يمكن فيها 50 إلى 60 كالوري، ممتاز. وعندنا مكسرات، ممتاز. عندنا M&M. ليش اخترت M&M؟ M&M هذه تمام خفيفة في نفس الوقت. هذا الكيس لوحده فيه 1000 كالوري. فأنا هنا جمعت بين إنه خفيف بين إنه بيديني 1000 إلى أكثر من 1000 كمان، 1000 وشوية. فبالنسبة لي هذا فيه له فيه له قيمة غذائية حق 3 وجبات تمام. هذه الأشياء متى حاخدها؟ حاخد شوية مكسرات، شوية تمر، شوية M&M وأنا ماشي، عشان تديني بوست. كل شوية أكل لي حاجة تديني بوست، ممتاز. الوجبات الثانية حتكون في أوقات الغداء، أوقات العشاء، اللي هي هذه خفيفة جدا. إيش عندي وجبة غداء، وجبة فطور، تمام، وجبة لانش. إيش عندي هنا؟ عندي مكرونة، تمام. ايه دحين كشف الموضوع. انا حبيت اغريكم. هذا يسموه هايدريت فود. هذا متوقع دجاج مجمد الفطاحات ساحبين كيس معانا. طبعا انت هنا تشوف ايش؟ تشوف الاشياء اللي ما تخرب، ممتاز. اشياء جافه، اشياء مجمده. مثلا الحليب، خلينا نقول والله بحط حليب مع الشوفان مثلا. هل حاخذ علبة حليب مراعي مثلا؟ ما حاخذ، لانه ما تدري الجو حار تخرب. حاخذ حليب مجفف، حليب بودرة، فهمتني؟ اخف وتخزينه ما حيكون في مشكلة. لذلك انت دائما طالع ايش تخزينك، ايش اللي حتاخذه معاك. زي الموز مثلا، هل نقدر نحطه في الشنطة ونسكر عليها كذا؟ يعني بسرعة ممتاز. عندي هنا مكرونة، تمام، حقت شخص ونص. انا اسهبت شويه هنا في كترت شويه. انا لسه بقول لك كم كيس كل واحد؟ لا هو كيس واحد.
وفي وجبة شوفان عشان الفطور بكرة بإذن الله. وفي شوربة حقت يعني حقت شخصين. هذا اليوم كله. هذا اليوم كله. وفي حمص تمام تعمل منه. جايب خبز طبعا احنا قلنا ما حنجيب، لكن احنا تجاوزنا بعض الاشياء تمام بس عشان نقدر نمشي نفسنا. اول مرة تعرف اشياء جديدة علينا تمام. فاحنا بدي الطريقة بنحاول انه نسدد ونقارب بين انه والله ما نطفش من اكل مثلا ما له طعم بس انه بيديني كالوري، وبين انه والله بستمتع انا كمان شوية اكل. حط لكم صوص في عشان المكرونة كمان يكون طعمها جميل تمام. طيب في 2 باك زي هذه ثقيلة. شوف انا جايب هذه يعني معلش هتان تجاوزا يعني في الليل. خيانة. ايوه في الليل احد والله جاع احد مدري ايه، فانا جايب جبنة. بس هذا مو 100% صح. يس انا بتجاوز عن بعض الاشياء انه عشان اول مرة. شوف قزاز ما في قزاز متبعين. الخيانه اللي جوا نطلعها. انا الرجل اكرمته. خيانه جوا احنا ما طلعناها. في خيانه جوا نطلع ولا خيار؟ جايبين حليب وجايبين شاي. لا شوف انا اقول لك شوف احنا خايفين انه في مظاهره جياع. انا لا تخاف هو حيصير. شباب بكل امان اقول لك اياه، شفت هذا شفتوه انتم الان ترى حيزيد. يس. حيزيد. شوف تجربة. إحنا هذه أول مرة الاشياء نسوي. ما هي ضد، هذه ما هي ضد برنامجنا تمام. هذه مجرد حمولة زيادة احنا قد ما نحتاجها. ممتاز. لكنها ضمن الاشياء اللي احنا نحتاج بالضبط. فهمتني؟ فانا عشان كده عامل 2 من هدول. كل مجموعة كل 5 حيكون عندهم واحدة من هذه. فيها شاهي، فيها قهوة، فيها زيت زيتون، فيها عسل، فيها حليب، فيها سكر، فيها ملح وفلفل اسود تمام. هذه كل مجموعة كل 5 حيكون عندهم واحدة زي دي. جايب سكر اكثر من المجموعات. فانت لازم تعرف احتياجك الفعلي. فعلا ما حتحط السكر تعرف والله فعلا انا كم ملعقة ححتاج وحتحسبها بالجرامات. في نقطة مهمة طبعا ذكرها موضوع الاحتياج. الرحلات هذه في فرق بين الاحتياج والرغبة. تمام لازم تفرق. الرحلات زي هذه هي فقط احتياج. صح. الرغبة هذه تنساها تماما. ايه لانها بتعكس عليك في الوزن وغير الوزن. تمام. لازم تعرف انت بالضبط ايش تحتاج. بعد احيانا واحد يفكر كذا طالع اوكي ممكن اجوا اوكي خليها تزيد ولا ينقص. هي هنا المشكلة. حتى في موضوع الملابس. حتى موضوع الملابس بعض الأحيان حتى انها تصير معايا يقول لا اشيل معايا هذا الشيء. لا اسمع اجيب عندي بنطلون طب اجيب 2 كمان ما في شيء. اوكي مع انه ما محتاج بس اقول احتمال في رغبة. في رغبة. هذا خطأ طبعا. في كتاب انا قريته عن الهايكينج بيتكلم على تحديد الهدف في البداية زي ما تكلمنا. واول خطوة حطها يعني اول شيء كده حاطه قال خليك صريح مع نفسك. هل ده الشيء فعلا تحتاجه ولا لا؟ هتلاقي ترى 3/4 الاشياء والله يمكن بطاريات زيادة احتاج حط بطاريات، يمكن احتاج سكينة صغيرة وسكينة كبيرة. لا يا حبيبي حدد بالضبط ايش اللي فعلا تحتاجه. والله يمكن في الليل هذا اقوم اجيب مثلا سماعة. حتسمع انت ميوزك ولا ما حتسمع؟ هذا وزن. انت تتكلم على هنا 100 جرام على 50 جرام هنا على نص كيلو هنا كده انت شلت لك 3-4 كيلو. فدائما خليك صريح مع نفسك. وهذا برضو ينطبق على الاكل. فعلا انا ايش احتاج كم حبة سنيكر فعلا كم انا حمشي يعني المكسرات هل حاكلها كلها؟ هذه نفسي اكلت نصها يمكن بعد الطلعة دي كلها. لذلك لا تاخذوا هذه المقياس ككميات. انتوا خذوا الفكرة وما فيها من طريقة التغليف وطريقة الترتيب وطريقة التخطيط. لكن بعد كده انت في رحلاتك انت تحدد ايش تاخذ معاك. انت عرفت انك تاخذ اشياء مجففة، عرفت انك ما تاخذ قزاز، عرفت انك انت قد ما تقدر تتخلص يعني من الورقيات. يعني كان بيقول لي لما كانوا في الكورس في امريكا كان حتى الشوكولاتات ودي الاشياء من البدايه يفكفكوا القراطيس حقتها تصير كلها في كيس واحد زي كده.
عشان لا تزيد المخلفات. لا تترك اثر، تضطر فيها في البدايه فكها وخليها عشان ما ترجع لها. طبعا لا كل المباراه لا تترك اثر فعلا. تروح تقعد اسبوع مكان معين عندك اماكن ترجع ولا كل واحد على المكان. كل واحد فيكم حيكون عنده فرض كاس زي كذا، اللي عنده خلاص تمام، على اساس انك تحط فيه المخلفات اللي ما عندك. حنخلي ولا شيء فعلا، نطلع حننزل اوكي ولا كلنا نجي لنا. على الاكياس هذه بس اقول حاجه تستخدم مره. ايوه اول رحله طلعناها اشتريت علبه طبعا. اول رحله خلويه كانت بالنسبه لي. اشتريت علبه من ابو 50 كيس، الى الان اظن مستخدم منهم 5. كل مره ارجع البيت اقلبهم يتنظفوا ويرجعوا ثاني، هم نفس ال5 اللي لين دحين بستخدمهم. 45 كيس لسه موجودين في العلبه. هذا كلام من تقريبا نص سنه. ياسر ما شاء الله تبارك الله اول مره طلع معانا، اول رحله خلويه سواها في حياته في اقل من سنه. الرجل حضر الكورس وتعلم اشياء كثير واستفاد، ما شاء الله عليه طور بنفسه هو شخصيا. ما شاء الله له فتره الان راح النيبال وراح آيلاند بيك، احد القمم الصعبه في النيبال. وهذه الشارات نياشين اللي اخذها من القمم هذيك. واصبح ما شاء الله تبارك الله هو الان حيصير مدرب ان شاء الله قريب لا تترك اثر. وعقبالك ان شاء الله يا رب، واي قاده بحب انه يكمل المسيره في الموضوع هذا ويدرب مجموعات اوكي، فانا تحت خدمته. ياسر ان شاء الله اليوم راح يساعدنا في التدريب وراح يشرح لنا اشياء كثير باذن الله. طيب انا حوزع الاكياس. فانتوا ولا باقي تعيدوا ايوه دحين انا شوفوا بس بوريكم شيء. شفت شنطه عمرو هذه فيها لاكيا وفيها ادوات الطهي وفيها سليبنج باد وفيها كل شيء عشان تشوف مع الوقت. شفت كيف العفش اللي انتم شايلينه هذا كيف مع الوقت كيف مع الممارسه. نعم. تطور نفسك كيف توصل شنطه زي هذه طبعا تعيشك كمان هذه ل 4-5 ايام فوق ان شاء الله. لما نطلع اغراضنا وكذا نبدا برضو نشوف كل واحد ايش عنده. في يمكن عندكم اشياء افضل من اللي عندنا اشياء ممكن نستفيد منها. كيف نصغر ده، كيف ايش في السوق موجود شيء يدفينا بس مو بدا الحجم مثلا. حنشوف دي الاشياء عن قرب ان شاء الله فوق. الحين ابغاكم ترجعوا تعيدوا ترتيب الشنطه. توزعوا كذا عشان اهم شيء المويه فين تكون موجوده. تمام. لو عندك اشياء ثقيله ارفعها فوق، الاشياء الخفيفه خليها تحت، مع وجود اكياس الاكل معاكم. قبل ما نبدا في الموضوع او في المبدا الاول بس اعطيكم كده بعض الارقام. من الان احنا على ارتفاع 1390 يعني 1400 تقريبا. احنا هدفنا نوصل 2200 يعني باقي لنا تقريبا 800 متر اضافيه عشان نوصل. خلال قطعنا الان تقريبا مسير مده ساعه، قطعنا فيها ساعه كيلو ونص وزي ما قلت لكم على ارتفاع 1300 او 1400 متر. طيب يا شباب شفت تعلمنا تحت نوع الغذاء اللي راح نحمله معانا في الرحله. تعلمنا نوع الشنطه وكيف نرتب الشنطه وكيف نوزنها وكيف نربطها وكيف نلبسها. وشفتوا كيف فرق معنا بشكل كبير حتى في المشي. خلال المشي كمان تعلمنا كيف نمشي وكيف نستخدم العصي هذه وايش استخداماتها وايش انواعها. انا في بعض الملاحظات يمكن شفتها من اول بس حابب اني اكررها ثاني. يمكن شاركتها مع احمد اكثر شيء بس حابب اشاركها معاكم. من ضمن اساسيات المسير الخلوي او التخييم الخلوي نوع اللبس. ناقشنا على السريع تحت عليه بس لكن لازم اعيد اكرر ان نوع اللبس جدا يفرق. طبعا ملابس القطنيه يعتبر في قانون الاوت دور او الرحلات الخلويه يعتبر ممنوع. ليش؟ احد يقول لي ليش يا شباب؟
تمسك من عرق ولا تمسك عرق، تمسك وسخ، اوكي ما تنشف. اذا بلت الان يبغالك 24 ساعه عشان تنشف. غير ان تمسك الازرق، تمسك عوالق، اذا توسخت خلاص توسخت ما تنظف، لازم توديها مغسله، واسباب كثيره يعني. اوكي عشان كذا في اللي هي التكنولوجيا الجديده اللي هي بوليستر، زي اللي احنا لابسينها هذه الان، نفس الطريقه، بناطيلكم يمكن من نفس النوع، فجدا مهم. كماتيريال ملاحظتي انا مو على الماتيريال على البنطلون، ملاحظتي على لون البنطلون. اوكي هذا يا شباب انتم لابسين بناطيل عباره عن بنطلون ايش؟ حق ايش؟ ليش؟ تخفي، صح ولا لا؟ بس احنا ما احنا في معركه عشان نتخفى من عدو، بالعكس احنا نبغى نكون في البيئه اللي احنا موجودين فيها. هذه الملابس حقت جيش او حقت صيادين، عشان يكون في ميزه التخفي، هذه تساعد عشان الفريسه ما تلاحظك. اوكي ونفس الشيء العدو ما يلاحظك. بس احنا بالعكس، احنا في الرياضات الخلويه هذه، في المناطق المقطوعه، اوكي، في الغابات، في الصحاري، لازم نحاول نلبس ملابس تكون الوان عكس البيئه. ليش؟ لان لا سمح الله فقدنا في البريه هذه او في الغابه او في الصحراء، اوكي، يصير سهل اوكي تمييزنا وسط الغابات هذه، وسط المساحات الكبيره هذه. اوكي فدائما تلقى انت ملابس الخلويه دائما الوانها ايش؟ فاقعه، دائما تلقاها ازرق فاقع، اصفر، اخضر فاتح، احمر، برتقالي، عشان ما هي انها ستايلش او ستايل معين انه هذه الموضه، لا، متعنيين لازم تكون بالشكل هذا عشان تبان. عشان كذا تلقى فريق الاغاثه دائما في كل العالم ايش لونه؟ احمر برتقالي بعض الاحيان، حتى في البحر تلقاه. فانتوا الان لابسين بناطيل بنفس البيئه اللي احنا فيها للاسف، نفس اللون سهل تلاحظ كذا من بعيد، لو مشي انا ما حشوفه، لون الجاكيت لو فك الجاكيت يمكن ما يبان، او لون القبوع الاحمر هذا طبعا هو اللي حيفرق. بس لو فك القبوع هذا، فك الطاقيه وشال الجاكيت، يمكن وسط هذا لو دور عليه ما اشوفه. فالنوع البنطلون والوانه طبعا جدا مهم. طبعا الحذيان جدا مهمه. ليش؟ لانك في النهايه هو اهم عده معاك في الموضوع في الرحله هذه. الله يكرمك الجزم، هي اللي حتمشيك. بدون حذاء جيد اوكي او يساعدك في الرحله ما راح تمشي. حتى لو عندك افضل انواع المعدات وافضل انواع الشنط وافضل انواع الملابس، بس جزمتك ما تساعدك فما راح تتحرك اصلا. حدك 1 كيلو 2 وانت راجع، ما استفدت شيء. فاهم شيء وهو اللي يريحك، هو اللي يمشيك مسافات اطول، مو اللبس. فاحرصوا على موضوع طبعا الحذيان. طبعا في حذيان وشفتها انا هنا الان مثلا، هذه طيبه تعتبر هايكنج شوز. ما بخش في التفاصيل والتكنيكاليتي حقتها. ليش؟ لانه في الهايكنج يفرق عن الماونتينيرنج، يفرق عن مثلا الايس وكذا. مثلا هذا يعتبر بوت اوكي هايكنج تريكنج اوكي. شوف حقت عمرو مو كذا عمرو، هذه ماونتينيرنج مينلي اوكي. طبعا تفرق. ليش الرقبه طويله؟ عشان احنا المناطق الصخريه بشكل عام اللي ما فيها طريق ممهد، رجول بعض الاحيان تلوح يمين يسار، فهذه تمسك المفاصل دي اللي تحت. بالاضافه الى ذلك هذه ايسوليتد، عازله، هذه ضد المويه ضد المطر، وفيها اللي هي اومني ثيرمال اومني هيت اسف. هاي تكنولوجي موجوده في الحذاء بحيث انها تساعد على دفع الجسم، وطبعا هي واتر بروف ما تدخل المويه. طبعا في اشياء اضافيه على الحذاء موجوده. يعني مثلا عندك الارضيه، ممكن تشرح لنا شويه عن الارضيه ياسر؟ الارضيه والجريب حقها. وهذا برضه يختلف ما بين انواع الجزم اللي تستخدموها. اذا تستخدمها حقت ماونتينيرنج، حقت هايكنج او تريكنج. الهايكنج كلمه هايكنج اللي هو مشي، هو التريكنج تقريبا نفس الحاجه، بس الهايكنج مشي اطول لكذا يوم، مسافات اطول. التريكنج العكس، التريكنج هو طويل، الهايكنج انا بروح رحله وبرجع. ففي المشي هذا ما احتاج قد كذا البروفايل يكون مره زي هذا هنا، سنونه اوسع، الاتجاهات حقته ما بين الخلفيه والامام مختلفين عن اللي بتستخدموهم في الماونتينيرنج وبتستخدموها في الايس ووكينج. الايس ووكينج او المشي على الجليد، لما بتطلع في ارتفاعات عاليه وتمشي على الجليد، هذيك كمان بتكون الحذاء نفسه كله جاي طبقتين
عشان مسألة لما تغوص في الجليد ما يعني في حاجة اسمها زي جيتر، ما أعرف إيش الجيتر بالعربي، بس حاجة تلبس حماية زي الحماية، حماية عشان ما يدخل الثلج جوة الحذاء. هذولاك طريقة توزيع الدعسة حقتهم اتجاهاتها عمقها وأشكالها يختلف عن هذول، لأنه هناك بده يحميك من الزحلقة على الجليد. هذول بدهم يمسكوا في صخور زي النظام الكفرات اللي بتستخدمها، كفرات جليدية كفرات صحراوية. كمان في حقون الهايكنج والتريكنج مهم انه كمان تكون الدعسة حقتها والمواد اللي مصنوعة منها تساعد زي ما فايبر فوق زي اسمها فايبرون، انه المويه لما بتعدي على ممرات مياه وكذا انه ما تتزحلق فوق. فالجريبنج حقها مسكتها على الارض تكون ماسكه، لا ما خشنه. هي في ما ادري ما انت لابسها موجوده تحت. الجريبنج مسكتها على الارض اوكي، هي تكنولوجي، هي شركه متخصصه في ارضيات الحديان هذه، فتلقى لها شعار معين، تلقاها في نورث فيس، تلقاها في كولومبيا بعض الاحيان، في ميرل. هي ثيرد بارتي، هي اللي سبلاير لهذه الشركات. ها؟ لا ما فيها بس بعض البراند فيها. اوكي علاماتها صفرة كذا بشكل معين، فهذه تكنولوجي، هذه صناعيه، هذه حقت مصانع. بس حتى الرسمه مختلفه تماما. اي ما هي حقت الرسمه اللي هنا. هذه الرسمه تفرق كثير في كيف بتمسك في شايف هذه حبوب وجايين عكس بعض، تفرق كثير في مسكتها. هذه حقت العسكر. شوف حقت العسكر انا استخدمها دائما، بستخدمها فيها حسب هذا. شوف لما قال لي احمد الارضيه ممهده اوكي وما في صخور الى القمه، فانا قلت خلاص ليش حقت العسكر هذه حلوه؟ لانها خفيفه، هذا اول شيء. تجي عكس بعض. ايه خفيفه. وطبعا في الصحاري هي افضل شيء، لما رجلك تغوص فبتبص ان هي شويه فلات من تحت، جايه ما فيها الدعسه الخشنه هذه اوكي. فلما تجلس تمشي على الرمل بطريقه معينه فرجلك ما بتغوص، زي رجل الجمل مفلطحه. ايوه، فدائما تلقى المارين في الجيش يستخدموها اوكي لانها خفيفه، لانك لما رجلك تغوص وجزمه ثقيله فتقل المشي حقتك. هذه اللي فيها كذا اير مدري ايش، هذه انا اشوفها حقت هايكنج عاديه اوكي، ما هي هارد كور يعني ماونتينيرنج ولا تريكنج. ما ادري خفيف اذا عندك شيء تبي تضيفه على الموضوع ده. ما احمد. طيب نبدا لموضوع لا تترك اثر. طبعا لا تترك اثر هو برنامج عالمي بدا في تسعينات القرن الماضي، ما هو شيء جديد. الهدف منه ما بتكلم عن تاريخ المنظمه او في ستينات القرن الماضي، ما بخش في تفاصيل كيف بدا وايش اسبابه وكذا، وهذا انه له سر طويل وسر. بعدين نتطرق لانه شيء مهم احنا نتكلم فيه يعني. بعدين طيب اوكي اعطينا انتروداكشن عنه، اعطينا ايش هو ليفنو تريس. يلا هو ما شاء الله حفظ الدرس. لا احب الدرس هذا مره كثير، لانه انا من الناس اللي يصنفوهم حضانين الشجر، احب احضن شجر. الطبيعه احنا نعتقد اوقات انه الصحراء مثلا ما هي هذيك الطبيعه، فاهتمامنا بالطبيعه يمكن يخف شويه، بس الصحراء فيها حياه فطريه كثير متنوعه. ولما تمشي زي الكامبرز يمشوا بالسيارات في الصحراء تتنوع كمان انواع التربه، انواع الصخور وما الى ذلك. المهم اللي ابغى اقوله الطبيعه دائما غنيه وحيه. اللي حصل في امريكا في خلال فتره الستينات من الخمسينات للستينات زادت هوايه الناس للخروج الى الطبيعه، وبداوا يستهلكوها في طريقه مشيهم، في طريقه التخييم، في طريقه استخدام المواد، اخذ المواد وما الى ذلك. فظهرت الحاجه الى وضع معايير للحفاظ على الطبيعه هذه. في نفس الوقت وفي نفس الوقت انه لا، روحوا الطبيعه، استمتعوا بالطبيعه، عيشوا بعوائلكم، استمتعوا باطفالكم، ابنوا ذكريات. ولكن كيف تحافظوا على الطبيعه للاجيال القادمه، وكيف نخفف من استهلاك الطبيعه. فظهرت معايير اللي هو ليفنو تريس. لما نسمعها حتى بالعربي اسمها لا تترك اثر. لما نسمع الاسم هذا اول حاجه نفكر على طول في فقط موضوع النفايات، ولكن زي ما هتان حيشرح لكم الموضوع هذا فيه له 7 معايير أساسية أو مجموعة تحتها تفرعات واستخدامات وتطبيقات مختلفة، بس هي 7 عناصر رئيسية لا تترك أثر. وما تتكلم فقط عن النفايات، تتكلم على أشياء كثير في كيفية استخدام الطريق، استخدام النار، أسلوب المشي. وهذه أشياء ممكن تطبقها، يعني في حاجة منها
اخترتها لنفسي أطبقها في حياتي اليومية. مستحيل أقبل من البقال إنه يعطيني كيسين على 3-4 أشياء، حتى إذا الأشياء أشيلها في يدي ما أخذ معايا كيس أساساً من ناحية استهلاك وما استهلاك. حتى في المحلات ملابس يبغى يدي لك الشنطة عشان تمشي بإعلان، أنا ما أحب أخذ الشنطة الورقية هذه غير إذا مرتي أصرت علشان تستخدمها بعدين تاني في البيت، ولا غير كده أحاول أتفادى الموضوع ده تماماً، أشيل أشيائي في يدي. هذه حاجة أطبقها يعني في حياتي اليومية حباً للطبيعة. ففي الستينيات ظهرت المعايير هذه وانتشرت، وبعض الماركات العالمية للملابس زي كولومبيا أو نورث فيس وكذا بيحطوا ليفلت، بيحطوا زي إعلان كمان في ال7 معايير الرئيسية هذه عشان يفكروا الناس دائما بيها، ويطبقوا الأفكار هذه برضو في المواد اللي بيستخدموها للصناعة وكيفية صناعة الأشياء. طيب يعطيك العافية يا شيخ. طبعا المبادئ هذه طبعا اول مبادئ في الستينات القرن الماضي طبعا كانت اكثر من 70 مبدا. طبعا اكثر من 70 مبدا بالنسبه لشخص واحد حابب يمارس هوايه زي هذه طبعا صعب ان نتذكرها كلها. فجلسوا اوكي وفرزوها وطلعوا بعدين ب7 مبادئ اساسيه بتغطي هذه ال70 كلها. طبعا في كل وقفه ان شاء الله باذن الله خلال اليومين الجايه هذا اليوم وبكره راح نتطرق لها كلها وراح نغطي جميع المحاور اللي تتحدث عن المبادئ هذه كلها. طبعا المبدأ الأول يا شباب غير الشباب اللي جايين معانا اوكي ايش هو؟ انا اتوقع ما قلت لكم انتم دورة ليف تريس ولا تترك اثر، اتوقع انه في جماعة او احد منكم بدأ قد اخذ فكرة موضوع او دار اخذ فكرة، مو شرط يدرس، ما بتكلم عن المبدأ الأول. ايوه المبدأ الأول هو أهم مبدأ. ايوه ايش هو؟ يعني مخلفات؟ لا احنا اذا طولنا حيخلص كل السناك حقه. طيب اختصر عليكم. المبدأ الأول هو التخطيط الجيد اوكي للرحلة، هذا أهم شيء. يمكن ذكرنا جزء منه تحت، عمرو ذكره، بس لكن راح احنا نضيف عليه إن شاء الله الآن. التخطيط الجيد للرحلة هو أهم مبدأ وأهم نقطة في أي رحلة وفي كل المبادئ. ليش؟ لأنه بقية المبادئ تعتمد على الأولى. نعم النقطة الأولى شيء زيادة عن حاجة. أيوة اللي عمرو شرحه اللي هو موضوع الأكل هذا كله يعني كله. احنا أحمد احنا متى بدينا الفكرة هذه؟ ممكن تقول لي؟ أكثر من بعد ايوه من جلسة هو ما كلمنا الأسبوع اللي فات حتى ايش عندك تعال معايا، لا من بعد الجرشي بعدها بأسبوع تواصلنا قلنا التاني بنسوي اللي سويناه في الجرشي اوكي تعطينا كذا دورة في المدينة. قلت له خلاص ابشر ان شاء الله اوكي لي زيارة ونعطيكم المبادئ كلها. فأول شيء حجزنا الوقت، عرفت في التاريخ الفلاني ده اوكي راح قابل الشباب هنا وراح نعطيهم الدورة. غيره ايش صار بيننا؟ تواصل عن الأماكن، فين الأماكن بالضبط؟ ليش بعرف أنا مواقع يعني؟ ايش الأماكن؟ هل بس كذا فضول بس بعرف أنا فين رايح؟ هل جميلة بتمشى يعني؟ لا عشان الواحد يجهز نفسه، لبس، أكل، زي ما أنت متعرف فرق الارتفاع. أبى أعرف في موية ما في موية، ليش إذا ما في موية إيش أضطر أسوي؟ أجي لي أشيل معي مثلا 5 لتر موية يمشيني اليومين مثلا، بس لما قال لي في موية فأنا ساعة أضحي بال5 لتر أخليها مثلا 2 لتر 3 لتر لأنه في موارد موية. ذيك الساعة أجيب معايا مثلا موارد إيش نوعها؟ هل هي موارد طبيعية من الأرض آبار ولا مثلا خزانات؟ هنا يفرق برضو معايا. كنت أسأل هذه الأسئلة ليش؟ لأنه إذا مياه جوفية أو من آبار أو مياه مثلا غدران فأضطر أجيب أدوات خاصة للعملية هذه، فلاتر عارف تعقيم هذه الأمور. والله إذا من خزانات وكذا وهذا فالعملية تكون شوية سهلة. فهذه الأسئلة بتساعدني مرة كذا. أنا في النهاية في المحصلة النهائية من الأسئلة هذه كلها أنا قاعد أتخيل أوكي شنطتي كيف راح تكون شكلها وكم الوزن راح يشيله في النهاية وإيش خروجي من فين. لما أرسل لي الموقع شوف لي أكثر من موقع، لما قال لي هذا موقع كذا وطلوعنا كذا فأنا أعرف إيش المجهود اللي تقريبا راح أمشي عليه، كم ارتفاع، إيه التاريخ الفلاني هذا إيش متوقع الجو راح يصير، صح ولا لا؟ لا سمح الله واحد فينا إصابة الآن إيش راح نسوي؟ لازم أضع إيش خطة إخلاء سريعة. وهنا أقرب مركز إيش هو؟ مركز اليتم هو أقرب، لا سمح الله صار شيء هو أقرب شيء لنا. فهذه الأمور كلها لازم نتطرق لها ونحطها في الحسبان عشان نطلع برحلة سليمة ممتعة
والجميع يستفيد منها. في النهايه احنا ما احنا جايين يعني نجبر نفسنا على شيء ما نبغاه، احنا جايين نستمتع ننبسط بنفس الوقت اوكي باقل الضرر. فعلا الضرر فيها يسبب اثر كبير. صحيح. فطبعا انا جدا حريص على موضوع، طبعا ليف تريس جدا حريص على النقطه هذه، انه التخطيط اول شيء قد ما تقدر استمر، قضي اكثر وقت في التخطيط. الخريطه طلبناها، اشتغلنا على سؤال المسار، رجعنا ارسلنا اشارت مع الشباب. غير كذا ايش في شيء مهم كمان شباب في التخطيط تكلمنا فيه قبل شويه، للرحله بشكل عام. انا دحين انا بتكلم التخطيط، انا من يوم ما حابدا الرحله هنا واخذ معايا مجموعه اوكي، في النهايه هذه المجموعه لازم ترجع لبيوتها وانا ما ارجع لجده في بيت عند اهلي. غيره انا احتاج السلامه في الموضوع اوكي. يمكن هذه من حضارات صخريه تيجي وقت الرياح تطيح الصخور هذه بتسوي لي مشاكل، صح ولا لا؟ يمكن مجرى سيل، صح ولا لا؟ اصير انا احدد في مواقع التخييم حقتي راح اخيم فيها، صح ولا لا؟ ممكن ما في شبكه اتصال. شباب اهم شيء ايش هو؟ اذا فقد انت خلاص انتهت، انت تشوف الماء. غيره والاكل غير امان موجود، ما حد حيجيك، انت مقطوع اوكي، انت في امان، ما حد حيفزعك، بس انت مقطوع في الخلا. السعوديه اوكي مو قصدي كذا، مرات الخوف نفسه انت لا سيبك من الخوف، انت في امان وما في بانيك، ما في فزعه، ما في هذا، انت بس انت الماء الحياه الفطريه حيوانات اليفه كلها ارانب. ضربة شمس معنا صحراء. اوكي كمان تكون ضربة شمس. لا انا اقول لك ايش، طبعا هذه المعايير اختلفت مع الوقت. زمان فعلا كان الماء هو سر الحياه اوكي الى فتره قريبه، بس لكن في عصرنا الحديث شيء واحد اذا عندك انقذك، اتصال. اذا تضمن وسيله اتصال فانت اوكي باذن الله يعني حيجيك كل شيء الباقي. فالتواصل جدا من التواصل طبعا له عده اشكال. في عندك تواصل جوال تليفون، عارف كيف؟ عندك ثريا اتصال فضائي. في عندي مثلا انا شفت الجهاز محلق على شنطتي اوكي، اللي غطى شنطتي مين؟ طاقيت مين هذه؟ شيله شوف هذا الجهاز غطيته انت دحين. هذا الجهاز جهاز تعقب مباشر. الان مشغلته ارسل رساله السوشيال ميديا كلها حقتي اوكي، بليز فولو ماي ادفنشر او تابع رحلتي او مغامرتي. اي واحد يدخل على الموقع ده يعرف انا فين بالضبط، ايش احداثياتي، ايش وضعي، ام اوكي. اذا صارت لنا لا سمح الله هنا مشكله الان، تزنقنا جاء سيل وتزنقنا هنا ما في حد يطلعنا، ايش اسوي؟ في زر واحد اضغطه طق تجي فرقه اخلاء تجي تطلعنا، زر واحد. فهذا كله عباره عن ايش؟ وسيله تواصل او اتصال. فالاتصال هو اهم عامل اوكي للبقاء. صحيح المويه بس هذا الى فتره قريبه اختلف. الاتصال هو اهم شيء، اذا عندك اتصال يجيك المويه، يجيك الاكل، يجيك. اذا انقطع اتصال هذا كله ما حيجيك. ايش في نوع ثاني من الاتصالات يا شباب؟ الثريا معروف، الجوال معروف، ما في جوال في ثريا، غيمه عارف، الستلايت ما يوصل اوكي. اي اوكي اتصال، انا بتكلم زي اتصال غير خريطه، غير هذه ادفانس، هذه بعدين تترك اثر بعدين تدور عليك. هذه خطه بعد تسويها خطه انك كيف انقاذ تعتبر لاغ المسبق يعني. هو هذه من اهم شيء. انا قبل شوي ايش سويت تحت؟ الورقه حطيتها على السياره. ليش حطيتها عبث؟ لا عشان اذا انقطعنا، عشان اذا لا سمح الله الان رحنا كذا وصارت مشكله واحنا كلنا كذا احنا اختفينا، مضطر نرجع بكره ما رجعنا، في سيارات واقفه تحت بس ما هي عارفه حقت ممكن واحد سارقها، يمكن الناس موقفين بشوفها طولت يوم يومين ثلاثه ما هم عارفين حقت. اول ما يجي عند السياره ايش حيشوفوا؟ الاوراق الناس فوق. ايش حيقروا في الورقه؟ اسماء تواريخ اول شيء. حيقروا البرنامج، هذول شباب في رحله من تاريخ فلاني اللي في تاريخ الفلاني اوكي، والان المفروض احنا بكره نخلص، جاء يوم الاثنين لقوا السياره، لا هذول ناس فوق المفروض يرجعوا قبل يومين ما رجعوا، اكيد في مشكله، وهذول اساميهم. فانا عرفت بالمجموعه، عرفت بالناس واي منطقه نحن نحدد المكان، فحطها طبلون السياره عشان لا سمح الله لو ضعنا تلقى الناس. غير كذا طبعا انت لازم انك تخبر اهلك او جماعتك او ناسك او اصحابك من بدري، مواقع انك يشير او تشارك معاهم البرنامج. انا يا جماعه يعني مثلا ايش قلت لمراتي او المجموعه من افراد قمم،
يا جماعه احنا ان شاء الله طالعين دوره تدريبيه في المدينه في منطقه اسمها اليتمه، وهذا البرنامج حقنا راح يبدا ان شاء الله بكره الجمعه وينتهي يوم السبت. انا متوقع اكون في جده حول المغرب او قبل المغرب او العصر. اذا ما في اتصال وانقطعنا ففعلا ابدا ابحث عنه. لو ما في ستلايت وانقطع بالطريقه خربت، الجهاز غير خرب المويه ما صار يتعقبنا، الجو اسوء احتمال. هذه الخريطه حقتنا، هذه موقعنا، دخولنا الساعه كذا، خروجنا المفترض يكون في هذا. اذا تاخرنا يا جماعه عن الساعه 6 عن الساعه 7 اطلعوا دورونا. هذه منطقتنا، دورونا احنا هنا. عارف كثير من الحوادث. في احد مشترك معكم في فريق غوث؟ السلام، انا مشترك فريق السلام. السلامه وغوث، فرق الانقاذ بشكل عام. اكثر الحوادث ليش؟ من هذه الامور ترى. اكثرها فقد. ليش فقد؟ انه ما بلغ، ما قال، ما عرف. الناس تقول تدور عليه في كل مكان، يقول لك يمكن راح المدينه، يمكن راح القريه، يمكن راح الديره، يمكن راح المزرعه، لانه ما في وسيله تواصل ولا قد خبر ولا قد حال. فهذا شيء مهم. في بعض الاحيان فرقه في الجنوب نفس العقبه، تدري حقت اللي صارت الكيس قبل 6 شهور، نزلوا ما خططوا زي الناس، نزلوا تحت ما قدروا يطلعوا. اوكي، واحد فيهم تعب، جاء الدفاع المدني وطلعون في الجرايد وفيلم طويل عريض يعني، عارف كيف؟ اي عارف. وصاروا خلاص لا احد يطلع وخربوا علينا كلنا المجموعه. اقول لك زي الغوص، ابغى واحد يغرق اوكي وفقد يلا قفل الغوص، ما في غوص بيه 6 شهور 10 شهور والله زي كذا. هذا اللي بيصير. اي زي كذا. اي خلاص ما في. فهذا اللي بيصير. فالتخطيط هو من اهم شيء. ايش في كمان من التخطيط يا شباب؟ اعطونا هنت شبابنا. احمد الاكل ذكروا عمرو تحت. ليش اقول لك هذا الكلام؟ السلام، الاسعافات الاوليه موجوده. لا سمح الله واحد تعب، واحد جرح او شيء، في عندنا احنا الشنطه هذه بتساعد. زي ما ذكرك الاكل برضه عامل مهم. ليش؟ لانه بجلس يومين، فزي ما شرح ما حخش هنا في التفاصيل هذه، انه ما شاء الله هو ما قصر تحت. انا احتاج ححرق في هذه اليومين كذا، احتاج الكميه هذه من القيمه الغذائيه، احتاجها بكميه الاقل عشان موضوع الوزن. وهذا يعتبر جزء من التخطيط. ليش؟ انا حاكل في النهايه في عندي مخلفات ايش اسوي فيها؟ صح ولا لا؟ هاف تو مانج، يعني لازم اديرها بطريقه معينه بحيث اني انا اقلل منها. في النهايه انت بتقلل اكثر كميه من المخلفات الموجوده. عارف؟ يمكن هو اسهب فيها، فانا ما يعني اتكلم عنها بشكل تفصيل اكثر. هو ما شاء الله غطاها. غيركم يا شباب؟ اللياقه يس طبعا. في على زي ما بيذكر لنا الاخ عمرو، في مثلث رئيسي لعمليه التخطيط. انا اول شيء لازم احدد هدفي من الرحله، صح ولا لا؟ هل انا طالع اتسلق، طالع اتمشى، طالع اصيد، طالع اصور؟ ان كل واحده فيهم تكنيك معين، شغل مختلف عن الثاني، وتجهيز مختلف تماما، صح ولا لا؟ فلازم احدد الهدف. واذا حددت الهدف ايش احدد بعدها؟ اذا راح اتسلق جبل فين حروح؟ غالبا جبل، صح ولا لا؟ اذا انا مثلا ابغى اصور كائن معين زي النمر العربي مثلا، فين حروح؟ اروح مواطن تواجده عشان اقدر اصوره مثلا، صح ولا لا؟ مثلا، صح ولا لا؟ فالهدف الاساسي للرحله انا طالع ليش؟ هو اللي راح يحدد لي الوجهه، صح ولا لا؟ طيب هذه ثاني نقطة من المثلث اللي هي الوجهة. طيب الوجهة هذه ايش احتاج ابحث عنها؟ التوقيت، الجو، صعوبة المكان، فين حخيم، تمهيد، صح ولا لا؟ ايش الاحتياجات؟ هذه كلها من ضمن. ما حقدر انا اخذ لي عدة تسلق في النهاية هنا ماشي في غابة ما فيها جبال، تصير عدة خطر. ها؟ حمل الفاضي اخذت ولا استفدت منها ولا شيء، صح ولا لا؟ ولا بطلع تسلق وما معي عدة هايكينج صح ولا لا؟ ولا ابغى اصور ونسيت الكاميرات مثلا، ما عملت حساب الكاميرات، او بطاريات زيادة او ميموري زيادة. لأن الجير هنا يفرق، التجهيز تماما يفرق. اوكي، فجأة جيت منطقة زي هذه وما شيكت الطقس، ما عملت حساب المطر، وفجأة انا كذا متعري بدون مطر، بدون خيمة ضد الموية، اوكي، ولا سلم باك تدفيني، جاب السلم باك حقت الخفيفه. فانا هل حستمتع بالرحله دي؟ هل حاخذ اوكي الهدف من الرحله هذه؟ حقول صح. اقول لك ايش البهدله دي؟
صح ولا لا؟ ولا حطلع ثاني ولا حتكره التجربه، خاصه اذا انت اول مره بتجربها فحتحوس وحتكره التجربه دي وحتاثر عليك في المستقبل. يقول لك بيه ترى هذه هجوله ما صارت رحله ما فيها استمتاع، كيف تستمتع؟ وكثير من الناس عشان ما عندها المفهوم هذا وما عندها التخطيط الجيد، اوكي، من اول مره ما يشوف تجربه خاصه يطلع مع جروبات عارف ما عندها خبره، فالجروبات هذه بعض الجروبات باخذ الموضوع هذا سباق، اوكي، نقطه الف نقطه باء، اللي يوصل اول هو، فتلقاه قاعد جايب فجأة كذا عارف جزمه رياض وبيسخن، فيعطي تجربه يعطي باد اكسبيرينس او تجربه سيئه لهذا الرجل، فبعد كذا يكره انه يخوض التجربه هذه من جديد بطريقه احترافيه. فانتوا دوركم يا شباب ان شاء الله انه كيف تحببوا الناس بالرياضه هذه او بالتجربه هذه، اوكي، اي لما تاخذوا تهيئوا نفسيا، اوكي، وتاخذوا حبه حبه وتفهموا ليش، صدقني اوكي راح يحب. اما تاخذوا كذا وتطامر فيه يمين يسار فوق تحت تسحب وكذا حيقول لك كله ضرب يقول لك زي ما قلت كله ما في شتيمه فما ينفع. سقف التوقعات يعني كذا يتحدد، يعني لما رحت نيبال خفضته على الاخر، يعني كنت بلد فقير اكيد يعني كل حاجه حتكون مكرره، اصغر شيء اتوقع لي هناك صرت اوه مبسوط منه، يعني عارف انه كان توقعاتي مره تحت، فغرفه اوه تمام في غرفه. طبعا يا شباب من اهم نقط التخطيط، اوكي، يمكن في السعوديه يمكن هنا يعني تهمنا مره، اللي هو دخولنا للمنطقه هذه. هل اهل المنطقه دي يقبلونا ولا لا؟ هل احتاج انسق مع احد؟ هل احتاج ترخيص من هيئه السياحه او جهه معينه؟ موافقات معينه؟ لان بعض الاحيان تروح منطقه معينه، تروح انت جاهز مخطط معك جروب وكذا متحمسين، طق طق طق، طلع اهل المنطقه يقول لك ويش عندك؟ ديرتنا هذه امسك الباب انت قيدك مخطط لك شهر وماخذ اجازه وكذا، قال لك برا. بتصير صح ولا لا؟ بتصير. فانت تصير قبلها تبدا ترتب، اوكي، تزور المنطقه، تتعرف على اهل منطقتهم، لك خوي من نفس المنطقه يعني تستشير يقول نقدر نزور، تكلم مع احد، شوف مثلا هيئه السياحه تقدر تسلك خطاب مثلا للمركز هنا يعني عارف. هذه من اهم النقاط لموضوع التخطيط. في اضافات ثانيه يا شباب، انا بتكلم كذا بعفويه يعني ما مرتب افكاري. ترى شباب هو موضوع اسهابي اكثر ما هو يعني نظري، لا اقطعك اكثر من دروس. توقعات يعني في ناس كثير يعني محسبين السعوديه ممكن نحط فيها شيء زي اوروبا. لا، اوروبا غير، السعوديه غير، في جمالنا الخاص فينا. يعني في شباب يطلعوا معايا اقول لهم وديكم مناطق حلوه، يطلع يتفرج يقول لك لا كونوا متوقعين يعني شلالات وانهار عارف وروج وحاجات. حتى الشلالات، الشلال وقتي لو بيجي موسم خراف زي ما يقولوا اهل الطائف، هذا خراف ما في غيره، هذا الموجود عندنا. فزي سقف التوقعات لما يترخي يبدأوا يتقبلوا والله ترى هذا الوضع، يعني جو بارد لطيف خضار شويه تنبسط تغير جو، لكن ما اقدر اوعدك انك حتشوف حاجه زي القلب ولا زي ما في الكلام ده، ما عندنا. تعقيبا عن التوقعات نفس الشيء، انا الان طالع رحله، ايش صعوبتها؟ كم حطلع؟ ايش احتاج لها مجهود؟ فهو كقائد المجموعه او بجمع المجموعه هو اعرف واحد، وانا يهمني طبعا لان انا ما بطلع رحله فجاه واحد يطيح علي. ليش؟ نحن حيعطل المجموعه كلها وحننشغل ما راح نستمتع. الان حيصير عمليه اخلاء اكثر ما هي عمليه استمتاع، صح ولا لا؟ وكلنا نوديه وهذا. فانا يهمني مثلا من الاشياء المهمه انه اوكي المجموعه كلها جاهزه عندها قابليه انها توصل وهو يعرفهم اكثر. هل في احد صعب انه يطلع حيتعبنا، صح ولا لا؟ وهذا من ضمن النقاط اللي هي التخطيط. الصحيح انا يتهيألي يعني لما يجي واحد دوب جديد في الرحله لما يتاسس صح على الكلام الصح هذا ايه يستمر اكثر من انه صح يتعود على بسرعه ما حيقدر يغير بعد كده. صح صادق. صعب. تقريبا كلامك احنا ردينا واحد ما يعني عارفين انه ما كردي. اي والله كويس. انا امس رديت هو كان متحمس يعني وقال لي انا ما عندي مشكله اطلع، هو هبيق يعني. قلت له لا ابغى اشتغل دي، بس انا اتوقع انه طلع معانا بالكنترول هذا يكمل. والله يا انتوا ايوه هو كنترول هذا بس مكان ثاني عن طريقكم، معناته انتوا خلاص يوليد يعني انتوا تقودوا الموضوع هذا مكان سهل بحيث ان تاخذوه حبه حبه. نبغى في مكان شكاوي اللي خالف الكنترول هذا نشتكي وقفوه عن الهايكنج تماما. اوقف الفريق هذا بادي عندنا الحين تشتكي مدرب ايه يوقف عارف مدرب الان ما صادق. فانا اتمنى انه يكون في ممكن ترى يصير على فكره انه هذه العمليه يبقى في خارج
السعوديه او في امريكا في اوروبا ترى لها تنظيم. يعني انت عشان تكون قائد مجموعه او قائد لتطلع معك مجموعه، اول شيء لازم يكون عندك رخصه ليف نو تريس. اوكي، ثاني شيء تكون عندك رخصه ويلدنس فيرست ريسبوندر اللي هي عمليه اداره الكوارث والحوادث في المناطق البريه. هذه اول شيء. انت ما تصير مدرب غير ما تصير ايش عندك؟ الريسكيو والادفانس، صح، والماستر. اوكي انت غواص تغوص، بس لكن تتصرف اذا عندك انا مثلا انا غوص من 99 على فكره، غواص. اوكي، وعندي خبره اكثر من المدربين، بس اقدر ادرب. ما عندك انا عندي 6 رخص، عندي الاوبن ووتر، عندي الادفانس، والبقيه كلها شو اسمه ها ريسكيو دايف ماستر اي فما اقدر، ماني مرخص اني انا ادرب. بس انا شفت مدربين كثير ما عندهم سالفه. اوكي، بس انا ما مرخص، ما عندي رخصه حقت هذا، ما كملت المتطلبات لها. هناك لازم عشان تدرب، عشان تاخذ مجموعه لازم يكون عندك رخصه هذه ورخصه هذه، اقل شيء عشان تكمل. زي ما قلت لك، اوكي، زي ما قلت لك، هناك هي صناعه، هناك علم، معرفه. اوكي، بتطور. صناعه الاوت دور في امريكا يا شباب، عشان اديكم رقم بس. الصناعه هذه اللي هي الاوت دور اكتيفيتي كم بتدخل في امريكا كاقتصاد وطني؟ مردودها على الدوله ولا الدوله طبعا، لا الدوله كاقتصاد، زي البترول، زي اي نشاط، زي اي صناعه كيماويه. الحين اذا بطلع مثلا انا مكان بر يعني ادفع رسوم مثلا؟ في بعضها رسوم، في بعض طبعا. انت حط احسب الصناعه هذه مو بس انك انت رسوم، انت بتتكلم كصناعه عامه. الصناعه هذه عباره عن ايش؟ عباره عن رحلات، عباره عن معدات، عباره عن ملابس، عباره عن يعني سكن. تستفيد منه بشكل عام اقتصاد وطني، كم مردوده هذه الصناعه على الاقتصاد الوطني؟ اعطوني رقم يا شباب. انا مو رقم، يعني ممكن نص في المية من المردود المردود العائد على الاقتصاد الوطني 646 مليار دولار، حجم الصناعه هذه مليار دولار. يعني ما بين شركات مستفيده يعني. هذا 2012 2013 او 12 تخيل. نعم، يعني مردود من مبيعات كل شيء له علاقه بالصناعه هذه حجمه مقابل هذا، سواء تيكت، اشتريت دراجه، اشتريت الله يكرمك حذيان، ملابس، دخلت بارك فيز، سكن في الاكواخ هذه اللي برا. الصناعه بشكل عام هذا مردوده على العائد على الاقتصاد الوطني الامريكي. طيب كم في المية من عدد سكان امريكا يمارس النشاط الخلوي ده كثقافه؟ اعطوني رقم. 10%. ما تزوج 10%، 5%. انا اقول 40 45. اذا مره 45% من الشعب الامريكي يمارس نشاط خلوي. النشاط الخلوي هناك عباره عن ايش؟ حتى تطلع برا البيت تمشي في البارك، هذا يعتبر نشاط خلوي. لا، هم هناك الباركات عباره عن ايش؟ البارك هناك عباره عن مناطق خلويه تدخلها بترتيب في تريل، في مناطق تتخيم فيها، عارف، في مناطق تشوف فيها النار. مو بارك في داخل المدينه، بارك لا انت قصدك كذا صح؟ حتى الدراجه، لا حتى البارك داخل المدينه. ها؟ الحدائق العامه المشي فيها، مجرد انك انت تمشي تسوي رياضه تعتبر. يعني الممشى يعتبر عندنا من ضمنه؟ الممشى ايوه تعتبر رياضه تعتبر رياضه اوت دور. ايوه يعتبر 95%. ان كان كذا احنا عندنا الشعب كله بينفلت في الممشى. لا كثير بتكلم العدد قليل احنا. خلا مو طيب يا اخي. اوكي، الدراجات، السكيل، هذا كله مو رياضه، ما بتكلم رياضه، بتكلم نشاط البيرسونال. ما هو خلوي داخل المدينه، الممشى داخل المدينه. هو يقول لك ايوه بس يعتبر يقول لك حديقه، يقول لك اوت دور حديقه. هناك الشباب اللي راحوا مثلا اوروبا وكذا في حدائق وسط المدن، اوكي، فيها مسارات وفيها جيت وتمشي بدراجه. زي عندك فيها. اي بس حدائق طبيعيه بتكلم، في غابات وكذا، وهذه يعني مو حدائق. يعني شوف لو انت طبيعه البلد اللي انت فيها مثلا غابات، حتلقى وسطها غابات وسط البلد. يجيك مثلا ما يخرب، ما يشيل الغابات هذه، لا يخليها، وتلاقي مساحاتها كبيره. يعني تشوف الخريطه ترى كبيره ما هي صغيره، نتكلم على آلاف المترات، ما هي صغيره. فيعملها زي ما تقول، يعمل لها تنظيم، تمام، انه هذه خلاص هذه حديقه، ما هي زي المحميه تعتبر. يعني مثلا انا في امريكا اخذت الكورس حقي حق ليف تريس، اخذته في محميه اسمها شيناندو ناشونال بارك في فيرجينيا هي. اوكي، هذه الحديقه او الناشونال بارك هذه كم مساحتها؟ كم تتوقع؟ 3000 مثلا يعني. 3000 حديقه، اقول لك اكبر من جده، تحط جده وسطها.
ولها بوابات ولها تكت. والله ضعيف. لها بوابات ولها تكت. هناك يا حبيبي ان هي صناعه، انت تخش هناك مقطوع كمان عن العالم، تشوف الحيوانات، تشوف الطبيعه، اشجار، مويات، انهار، ايه، وتدفع فيز، ايه، وتدفع رسوم عليها، وتدفع رسوم. وفي يسموهم هم الرجاله اللي هم زي الكشافه، يسموها الرينجرز، هم الرجاله، هم دول زي السكيورتي حق الحديقه، الراجله او الرجاله، يمشوا في الحديقه يدوروا بكشافات، يشوف واحد مولع نار في اماكن غير مخصصه لهذا، ناس مخيمه في اماكن غير ايه زي كذا، يدوروا يمشوا كذا ويشوفوا يصيد الناس. تنظيم وتاخذ مخالفه في وقتها، ما في كذا عارف اجيب طالع واذبح واسلخ واعلق يا عمي وهذه زباله حطها واحرقها وتعالوا فين ادفنها خلاص، ما في الكلام ده هناك. الكرش ارميها جنب هناك. اي ما في اوكي، وما في صيد. كنا نبات في خيام، الغزال يمر من جنبنا كذا، ممنوع تاكله. إيه، كيف تتعامل مع الدببه وكيف يعني، كانت دوره جميله يعني، استفدت منها كثير فلذي الدرجه يعني. ملابس في الحدائق معلقه، اخرها ذبيحه، رجل ذبيحه اللي بقيت معلقه على الشجر. حاجه غريبه. هذا المبدأ الأول يا شباب باختصار، أوكي، بشكل يعني عام. هو في تفاصيل كثيرة بس إن شاء الوقت نقعد في كل مبدأ كذا نص ساعة. الحين بالنسبة للوقفات هذه يعني طبيعي زي كذا حاسس إننا طولنا، ولا هو طولنا إحنا شوية، عشان كذا إحنا بنستعجل شوية، أوكي، ريحنا زيادة.